حاول تقلل من قعده القهوه وتضييع الوقت بلا داعي. يعني حتى لو بتحب اصحابك قوي مش لازم تقعد معاهم كل يوم، خليها يوم ويوم يا سيدي. الدنيا غاليه جدا ومحدش عارف الاسعار رايحه لفين. الحقيقه فكرت اعمل فيديوهات كتيره، لكن لقيت ان في حاجه مهمه جدا لازم اتكلم عليها في الاوقات اللي زي دي. يا ترى تقدر تتصرف ازاي مع مواردك في الاوقات اللي بيكون فيها ازمه اقتصاديه او انكماش اقتصادي؟ مساء الفل، انا محمد طلعت وده مستر ماني. اول حاجه انك لازم تعمل ميزانيه لنفسك، ومن خلال الميزانيه دي تقدر تعرف مصروفاتك بتتوجه لفين بالظبط، وايه اكتر بنود بتستهلك فلوسك، وازاي تقدر توفر فيها من غير ما تاثر في احتياجاتك الاساسيه. وفي الاخر الميزانيه هي طريقه تقدر تعرف بيها انت واقف فين بالظبط من حيث احتياجاتك الماديه، وهل تقدر تكمل بالشكل ده ولا محتاج تزود دخلك اكتر من خلال ممارسه اعمال اضافيه او تنميه مهاره ممكن تفتح لك باب رزق في المستقبل. عارف ان في ناس هتستغرب الكلام، لكن الازمه حاليا هي امر واقع غصب عننا كلنا، فما ينفعش تتجاهلها او تدور وشك عنها وتعمل نفسك مش واخد بالك. لازم تواجه. خلي بالك انت وهو، المكان هنا مليان عقارب وتعابين. اي حاجه تلوشك سيبها تلوشك، لما تموت لوحدك احسن ما نموت كلنا. تاني حاجه انك تحاول تقلل او تقطع الفواتير الاضافيه او المصاريف اللي ملهاش لازمه، زي مثلا فاتوره خط مش بتستخدمه او اشتراك جيم مش بتروح. ولو عندك النيه انك تشتري شيء غالي مش محتاجه بشكل عاجل زي تليفون او لابتوب بامكانيات معينه، ممكن تاجله لمده 6 شهور، وممكن تدور على نفس طلبك في سوق المستعمل او تتخلى عن شويه امكانيات في سبيل ان انت توفر شويه فلوس تلبي بيها طلب او احتياج تاني. تالت حاجه ما تحاولش تشتري اي حاجه كاش، لان في اوقات الازمات الاقتصاديه انت بتحتاج كل جنيه معاك عشان تقدر تمشي احتياجاتك بشكل متوازي. يعني مثلا لو معاك 5000 جنيه ما ينفعش تشتري ب 3000 او 4000 جنيه تليفون محمول او جهاز محتاجه ما يكونش معاك غير 1000 جنيه بس تكمل بيها باقي الشهر بتاعك. لكن اذا التزمت ب 1000 جنيه قسط مثلا لمده 3 او 6 شهور هيكون منطقي اكتر ان يتبقى معاك 4000 جنيه شهريا توزعهم على احتياجاتك من الاكل والشرب والعلاج وخلافه. ده غير كمان ان قيمه العمله نفسها بتقل مع الوقت، فالتقسيط يعتبر مكسب ليك اذا اشتريت سلعه او جهاز بسعر دلوقتي وانت عارف انك هتدفعه بالكامل بعد 3 او 6 شهور. رابع حاجه انك تحاول تغير من اسلوب حياتك، ودي نصيحه عامه لاي شاب وانصح نفسي بيها كمان معاكم. حاول تقلل من قعده القهوه وتضييع الوقت بلا داعي. يعني حتى لو بتحب اصحابك قوي مش لازم تقعد معاهم كل يوم، خليها يوم ويوم يا سيدي. هتوفر وقت وفلوس، والاهم فيهم هو الوقت، لانك هتقدر تقضي شويه وقت تتعلم فيهم مهاره جديده او تشتغل فيه اي شغلانه بدوام جزئي تساعدك في حياتك وقراراتك. واما ترجع تقعد مع صحابك على فترات ابعد هتلاقوا حاجه تتكلموا فيها مع بعض، هتلاقوا خطوه لقدام حصلت في حياه كل واحد فيكم حتى لو الخطوه دي بسيطه. جرب وصدقني هتحس بفرق كبير. الوقت هو الثروه، والوقت اهم من الفلوس، والوقت هو اللي ممكن تتعلم منه مهاره تجيب لك فلوس. وحتى يا اخويا لو على المستوى الشخصي مش قادر تلاقي شغل او تتعلم حاجه جديده، تحاول تقعد مع نفسك وتصاحبها وتتكلم معاها وتعيد ترتيب اولوياتك. خامس حاجه انك تطلع صدقه حتى لو بسيط. يا عم انت بتقول ايه؟ طلع صدقه حتى لو 10 جنيه كل اسبوع. عايز فلوس من ربنا؟ طلع فلوس لله. ربنا بيقول في سوره آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: يقول الله: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، واذا اقبل الي يمشي اقبلت اليه هروله. فحاول تقرب لربنا بالخير وباقصى ما عندك، هيفتح لك كتير من ابواب واسباب الرزق، والكلام ده والله عن تجربه. وخلي بالك دايما ان السعي عليك والرزق والتوفيق من عند ربنا، وقرب الناس من ربنا في وقت زي ده هيخليهم يعيدوا ترتيب اولويات حاجات كتيره جدا يمكن تكون سبب للنجاه في ازمه اقتصاديه صعبه جدا زي اللي بنعيشها دلوقتي. وربنا كريم. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا لكم. سلام.